سأقرأ شعري هنا مخافة أن أنساه. أأنت عند رهانك يا أمير؟ وهل يتراجع الأمير عن كلمة قالها؟ كنت أريد أن أضيف رهانا آخر مع أبي الفتح. وعلى ماذا رهنت؟ على أن يخرج أحدنا من مجلسك عاريا كما ولدته أمه إن خسر الرهان. سنتجاوز هذا الرهان إلى مجلس آخر. هات أسمعنا. والبيت الذي يعجزون عنه هو ما أنال رهاني عليه. قبلنا. متى تزر قوم من تهوى زيارتها لا يتحفوك بغير البيض والأسل، والهجر أقتل لي مما أراقبه، أنا الغريق فما خوفي من البلد. متى تزر قوم من تهوى زيارتها لا يتحفوك بغير البيض والأسل، والهجر أقتل لي مما أراقبه، أنا الغريق فما خوفي من البلل. متى تزر قوم من تهوى زيارتها لا يتحفوك بغير البيض والأسل، والهجر أقتل لي مما أراقبه، أنا الغريق فما خوفي من البلل. انتهينا من القسم الأول. ليتك أبقيت على الرهان الثاني يا سيدي. لا انتهينا من هذا. تفضل يا أبا الطيب، تفضل إلى جانب. ما كان نومي إلا فوق معرفتي بأن رأيك لا يؤتى من الزلل. أقل أن الأقط أحمل علي سلعد، زد هش بش تفضل أدني سرسلي. ما هذا يا أبا الطيب؟ شعر، لعل عتبك محمود عواقبه، فربما صحت الأجسام بالعلل. البيت الثاني بالفارسية، وأنا لا أعرف الفارسية. كان الرهان على شعر عربي يا أبا الطيب. وهو عربي يا أمير؟ وأنا لم أفهم منه شيئا، فسره لنا. أعد قراءته بالعربية على الأقل. الأمر بسيط. أقل أن الأقط أحمل علي سلي أعد، زد هش بش تفضل أدني سرسلي. مستحيل، هذا ليس بعربي. ماذا تقول يا أبا الطيب؟ إذا كان شعرا عربيا هل يدفع الأمير الرهان؟ طبعا. وكشاجم، هل ملابسه التي عليه كثيرة؟ يا سيدي، هي مجموعة من أفعال الأمر. اسمع: أقل، أنل، أقطع، احمل، علي، سلي، أعد، زد، هش، بش، تفضل، أدني، سر، صلي. وبعد قراءته بهذه الطريقة هل ما يزال التحدي مستمرا؟ علما أنني قرأته حتى الآن 3 مرات، ولكن قولوا لي، هل بينكم من حفظه؟ والله لقد فاز أبو الطيب.